شكرا للزميل هشام الخلصي. مشاهدينا الكرام اينما كنتم اهلا وسهلا ومرحبا بكم، طابت اوقاتكم، مساء الفل لكل التوانسه لنجم الحراسه التونسيه معز حسن. المنتخب التونسي بدا الان يكتشف نوايا المنتخب الانجليزي منذ بدايه المباراه. احد ابرز المتراهنين طبعا المنتخب الانجليزي اللي لم يتذوق الخساره لهاري كين. اشلي يونغ بالراس، الهدف الاول للمنتخب الانجليزي. هاري كين قناص توتنهام صاحب ال 400 مليون يورو، اكبر الهدفين الانجليز في البطوله بعد محمد صلاح في البريمير ليج. يفتتح التسجيل للمنتخب الانجليزي بركنيه بكره ثابته قويه. هاري كين غدار الغدارين، جلاد الجلادين، رغم المحاوله الرائعه لمعز حسن اللي خرج كور يتقدم. الفر اكيد عنده الفنيات، عنده الامكانيات باش يحط الكره على يمين الحارس جوردان بيكفورد. يبقى يمشي فرجاني، جول! المنتخب التونسي محرحر برشا برشا، والانجليز شال فيهم نار 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 نار. يا حبيبي نار، النجمة والهلال عال العال. تونس يا قلوب رجال، العب لعبك يا فرجاني يا معلم، وخلي شباك الانجليز تتكلم. قلت لكم مشاهدينا الكرام يا ستار استر يا ستار يا ستار. وهاري كين، هاري كين نهاية دراماتيكية للمنتخب التونسي. نفس السيناريو المصري ونفس السيناريو المغربي يتكرر مع المنتخب التونسي. شنو حكاية النهايات العربية الظالمة؟ نبيل معلول أكيد ينهار معنويا. كانت ساوثغيت لا يصدق نفسه، والكرة شوف يعني غريب التعامل. هاري كين بدون مراقبة.